السلام عليكم يا أبطال، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا. الفيديو المنتظر اللي أغلب الطلبة كلها بتبحث عنه الفترة دي، واللي أنا اتأخرت عن إن أنا أقدم عن السنة اللي فاتت. طبعا السنة اللي فاتت أنا نزلت في مجرد ما الامتحانات خلصت، والحمد لله قدمت الطلبة، قدمت لأكتر من طالب وثلاث طلاب نجحوا. ولكن حذفت الفيديو تاني. لو حتى ترجع للقناة مش هتلاقي لينك التقديم أو لينك إزاي تقدر تقدم على منحة، لان انا لازم اكون صادق معاك قبل ما اقدر اقول لك ازاي تقدم على المنحه، وان انا ممكن اسجل لك، وان انا ممكن اساعدك ان انت تخش المنحه وتلتحق بكليه طبيه، سواء كليه طبيه في جامعات مصريه، سواء كليه طبيه في جامعات كمان اهليه. ولكن حط كلمه ولكن دي تحتها 100 شرط. وتعالى بقى اقول لك عيوب المنح ايه، علشان اكون راضي ضميري قدام ربنا وقدامك، تبقى انت عارف المميزات وعارف كمان العيوب. المنحة لها عيوب، ما تفكرش ان انت جامعة تقدر تاخدك. طبعا بتوفر لطلبة كتير جدا جدا اللي هم ما تلحقوش بجامعات خاصة او ما التحقوش بجامعات حكومية، ولكن بشروط. طبعا اتكلمت عن الشروط واعتقد كلكم عارفينها ومش هتكلم عنها تاني. ولكن هل المنح دي ليها عيوب؟ الإجابة لها عيوب طبعا، ولها عيوب قاتلة ممكن تنهي مستقبلك. النهاردة هتكلم عن العيوب، وبكرة بإذن الله لما انت تشوف الفيديو ده وتقعد مع نفسك وتفكر هل هتقدر تسد في الحاجات اللي انا هتكلم عنها دي ولا لا، تكون صادق مع نفسك. حماسك ده على عيني وعلى راسي وكل حاجة، ولكن الحماس ده لو هو قل او الحماس ده حماس مزيف، انت بتضيع حياتك. انت حرفيا بتضيع حياتك من اول سنة. مجرد ما تلتحق بكلية طب وتلاقي نفسك الدنيا تمام بالشروط اللي هم حاطينها، وانت اخليت بالشروط دي او عملت ايا كان حاجة تانية من اللي انا هتكلم عنها، للأسف انت هتدفع ثمن السنة كلها او تترفد من الجامعة. فتعال نتكلم النهاردة عن عيوب المنح، وبكرة بإذن الله في نفس الميعاد هينزل بقى لينك التسجيل وازاي تسجل وازاي كمان تجتاز الايلتس والتوفل كمان، وهساعدك كل حاجة لحد ما تبدأ تقدم حقيقي يعني تلتحق كمان بالكلية. ولكن ما بعد الكلية بقى مسؤوليتك انت يا بطل، مش مسؤوليتي انا. بس النهاردة هقول لك على العيوب ايه. يلا مع بعض نبدأ الحلقة. مبدئيا كده يا جماعة، عيوب المنح عيوب كبيرة، عيوب قاتلة ممكن تضيع مستقبلك. طب ايه هو العيب الاول؟ العيب الاول ان انت لازم كل سنة لازم تطلع بمعدل 3 و4 من 100. 3 و4 من 100 ايه ده 3 و4؟ يعني انت لازم كل سنة تطلع بمعدل امتياز امتياز امتياز. لو انت قليت في اول سنة عن الامتياز بتدفع 20% من قيمة الجامعة الخاصة دي. سي مثلا الجامعة ب50,000 مثلا، انت بتدفع جزء من ال50,000 دول، بتبدأ تدفعهم في أول سنة لو انت ما جبتش امتياز في أول سنة. طيب تمام، أنا الحمد لله جبت امتياز في أول سنة، قدامك السنة اللي بعدها هتجيب فيها ايه؟ متارجتين لطالب المنح لازم يعدي بتقدير كل سنة امتياز. امتياز وما يقلش عن الامتياز. لازم يكون جايب تقديرات عالية في كل المواد، لازم يكون جايب تقديرات عالية في كل المواد، وإلا لا قدر الله وقعتين بيترفد، يا إما بيدفع تمن السنة كلها. وقعتين او انت يعني لا قدر الله في ترم جبت درجات قليله، جبت جيد جدا، والترم التاني جبت جيد جدا، يبقى انت كده معرض نفسك للخطر ان انت يا تترفد يا ان تدفع ثمن السنه كلها. وبالتالي الموضوع ما بتحولش المنحه اول مثلا مشكله وقعت فيها بتحول لمنحه جزئيه، بعد كده بتحول من منحه جزئيه لما فيش منح خلاص بقى بتدفع ثمن السنه كلها. فانت تفكر مع نفسك، هل هتبقى طول السنين دي كلها تحت الضغط والاسترس ان انت لازم كل سنه تجيب تقدير عالي؟ فكر مع نفسك وشوف نفسك هتدلك على ايه، او شوف نفسك الحقيقية هتدلك على ايه. طب العيب التاني، لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله انت لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله انت مثلا سقطت، ايه اللي هيقدر يتم؟ للاسف الناس اللي بتسقط ما ينفعش، يعني انت كده بتحول لمحاكمه انك لازم تدفع ثمن السنه كلها اللي انت اخدتها. انت دخلت مع دكاتره وسكاشن واستخدمت محاضرات وعدد ساعات ومقاعد لغيرك، الكلام ده كله بتدفعه كامل. بتدفعه كامل. طبعا الكلام ده كله بيكون متسجل، يعني انت بتبقى ماضي اقرارات بالحاجات اللي زي كده، ان انت لو لا قدر الله سقطت بتدفع ثمن سنه كامله.
فبالنسبة لك المنحة هي مش فرحة بتبدأ تاخدها في أول سنة، وأنا دخلت كلية طب ودخلت كلية أحلامي بمنحة والحمد لله. طبعا الحمد لله، ولكن المنحة بتكون للطلبة المتفوقين، الطلبة اللي هم عارفين هم هيقدروا يسدوا في الجامعة كويس، الطلبة اللي حماس البدايات بتاعها ما بيخليهاش تتجه لحاجة تانية، الطلبة اللي عارفة هتعمل ايه، هتكرس حياتها في التعليم ما تقدرش تاني. كونك انت طالب، انا عارف ان كلكم والله اتظلمتم، والله كلكم اتظلمتم، ولكن كونك طالب عارف ان المنحة دي دخلت الكلية خلاص بقى انت ما عادش مسؤول عن اي حاجة تانية، يبقى انت غلطان. لازم تفكر مع نفسك مرة واتنين وتلاتة، واستشير غيرك، استشير اهلك، استشير والدك، لانك انت لا قدر الله وقعت ما عادش تعرف تقوم تاني، خلاص تنسيقك راح. احنا طبعا السنه اللي فاتت كان او اللي قبلها كان ممنوع تبدا تنسق حكومي، لكن السنه دي بدات تنسق حكومي عادي، انت ممكن تنسق وتقدم على المنحه عادي. ولكن انت مع نفسك فكر كده وقول لي، فكر هل هتقدر فعلا تسد في الجامعه؟ هتقدر تعدي كل سنه بامتياز؟ اتمنى الاجابه تكون اه. بكره ان شاء الله هبدا انزل لكم اللينكات اللي هنبدا نسجل من خلالها، وهعمل لكم كمان جروب خاص على التليجرام او على الانستجرام، هنزل لكم كورس كامل ايلتس بتاخده، بتذاكره، بتخش الجامعه بتمتحنه بتنجح فيه، يبقى انت كمان كده. وهقول لك على كل الاوراق المطلوبه منك اللي بتعملها الفتره الجايه. طبعا الحلقات اللي اتكلمت عنها عن الاوراق اكيد شفتوها، تمام. ولكن يا جماعه سيبكم من كل ده، اهم حاجه صدقك مع نفسك. هل حضرتك هتقدر ولا لا؟ السؤال ده بقى تفكر فيه لحد بكرة، وفي نفس الميعاد بإذن الله هنزل لكم التسجيل وإزاي تسجلهم، وهكون معاكم خطوة بخطوة بإذن الله. ربنا يوفقكم يا أبطال وتكونوا قد التحدي وقد المسؤولية. أنا عارف إن الموضوع صعب شوية، وبرضه قلت لكم دماغكم شوية وخوفتكم شوية، ولازم يعني ده الصح إن أنا لازم أقول لكم الكلام ده. ربنا يوفقكم إن شاء الله. السلام عليكم.